نتكلموا على التوجه العلمي ديال العالم، فعرفنا بان 4 سنوات عرفات واحد الخروقات اخلاقيه نعم على الصعيد العالمي، ولكن المغرب عرفها بواحد الشكل خاص، لان كان واحد اللوبي داخل البلاد، لوبي اللي اليوم انه متحكم في الحكومه اللي كاينه اليوم في البلاد، حكومه اللي ما بقاش عندها تقريبا شي 26 ولا 16 عفوا 18% اللي باقيين كيثيقوا فيها، وديك 18% هما الباترونه وانصار الباترونه واتباع الباترونه. هذا 18% ما جبتهاش انا من فراغ، فهذا الافرو بارومتر اللي دار واحد الدراسه ولقى بان 82% من المغاربه لا يثقون في رئيس الحكومه. هذا غياب ثقه، لا يثقون في رئيس الحكومه. غيخرج رئيس الحكومه ملي غيشوف هذه النتيجه وغيقول بان ماشي المغاربه اللي جابوه، هذوك 82% اللي ما كيثيقوش فيه غيقول لكم كما قال البرلمانيين بانهم ماشي هما اللي جابوه الحكومه. حنا هذه عارفينها وبغينا يخرج يقولها، حنا عارفينه ماشي المغاربه اللي جابوه كرئيس حكومه، وبان اللي جابوه هما الباترونه اللي جابته. واليوم هذا الشيء كيتبين، اليوم هما ولاو تيعترفوا بان الشعب ما صوتش عليهم منذ البدايه، الشعب ما دارش الثقه ديالو فيهم، واليوم النتائج كتخرج. فغياب الثقه عندها واحد الانعكاسات متعدده كتشمل العديد ديال المجالات، ولكن المجال اللي اليوم حنا غنركزوا فيه في هذه الحلقه غيكون مجال خاص. فقبل ما نمشيو للمجال اللي غادي نركزوا عليه في هذه الحلقه، كيف قلت اليوم السياق العالمي توضحت الرؤيه ديالو وتعرف الاتجاه ديالو بعد الانتخابات الامريكيه. فالانتخابات الامريكيه جات كعقاب ال4 سنوات ديال الاباده، 4 سنوات ديال التدمير الديموغرافي باشكال متعدده، 4 سنوات اللي عرفات التجربه السريريه الفاشله دوليا، واكيد ان هذاك الفشل ولا المتسببين في هذاك الفشل انهم سيتم محاسبتهم. فبهذه المناسبه مادام اننا كنتكلموا المحاسبه هنايا غير مادام انها السياق وان الانتخابات الامريكيه، فخاصنا نذكروا الجميع بان الجمهوريين فهم كانوا معارضه، وبانهم لا صله لهم لا مع التجربه السريريه ولا مع الصناعه ديال البيوتكنولوجيا بجميع الاشكال ديالها. فاذا اليوم ما بقاش لينا الوقت، لان مازال عارفين ان بلادنا مازال عندها واحد ستوك ديال اللقاحات المنتهيه الصلاحيه. فاحنا هنا كنغتنموا الفرصه وتنذكروكم راه في ظل الاداره الامريكيه الجديده، فاللقاحات اللي لعبوا بها الديمقراطيين هذيك راه تعتبر اسلحه بيولوجيه. حنا قلنا شحال هذه وكل شيء ما مسوقش وداير ما باغيين. فاليوم هذاك الشيء راه جاي، بان اذا كان باقي عندكم شي خرده فيجب التخلص منها، وكيخص اننا مادام اليوم بلادنا عليها البروجيكتورات، نعم كاين اشعاع دبلوماسي بفضل الجهود الملكيه، فما كيمكنش لينا اننا نخليو هذيك الخرده اللي باقي مخبعينها في لي كونجيلاتور ديال الاسواق ولا شركات تبريد الفواكه وداك التخربيق. فهذاك الشيء كيخصو يتحيد من البلاد، يجب تطهير بلادنا من هذاك اللقاحات ديال الخردة المنتهية الصلاحية اللي بوخنشا بغا يضربها للمغاربة كاملين لأنه حاطة بين عينيه. يجب تطهير بلادنا، شغلكم هذيك مسؤوليتكم، شوفوا فين غادي ديروها، شوفوا لمن غادي تعطيوها، المهم يجب تدميرها. كيف قلت لكم وانا مازال تنقول لكم بانها تعتبر بالنسبه للاداره الامريكيه الجديده تعتبر اسلحه بيولوجيه، تعتبر اسلحه دمار شامل. وهذا الشيء كله، هذا الملف كله غادي يتحل، وهذا الملف كله غادي يخلصوا اللي استفدوا. هذا التحليل اللي تنقول لكم، ولا هاد الاخبار اللي كنقول لكم، ولا هاد النصائح اللي تنقولوا لكم اليوم هنا، راه ماشي حيت اليوم عقلتم هادشي، راه قلتها من شحال هادي منذ البدايه، منين قررت
قررت الحكومه السابقه ديال العثماني اللي اليوم كيحاضر في الدول كيحاضر في الدول المتقدمه ديمقراطيا والناجحه اللي فيها حريه الاختيار وفيها هذا. وكان حريه الاختيار لكن هو يؤمن فعلا بالديمقراطيه، اذا كان العثماني يؤمن فعلا بالديمقراطيه كان خاصو يخلي حريه الاختيار ويدافع على حريه الاختيار داخل البرلمان اللي كان كيجي عنده ما تعرفش شنو تيقول. كيجي حافظ دوك التوصيات ديال اللجنه اللاعلميه وتيقول لهم صفقوا عليها. فكيفاش واحد كان كيسير ولا كيتعامل مع برلمان بطريقه ديكتاتوريه، كيدبر واحد الملف، واحد الكارثه وبائيه بطريقه ديكتاتوريه، واليوم يتبجح علينا بان امريكا دوله ديمقراطيه. ولكن هو بالنسبه لامريكا هو ما عنده حتى شي علاقه مع التوجه الجديد ديال امريكا، لان كل ما قام به في الولايه ديالو ما لا يتماشى وما كيمشيش في نفس الاتجاه ديال الاداره الحاليه. هادشي ملي كنقول لكم الاداره الحاليه ولا هذا راه ماشي حنا هنا جايين من اجل الاستقواء لا كيف يقدر يضنوا شي ناس ولا هذا، ولكن نحلل وكنقول لكم شحال هذه بان راه هذا التدبير الكارثي سيؤدي دوك القرارات الكارثيه اللي اتخذوا، دوك الخروقات الاخلاقيه اللي مازال الحكومه متشبته كتدافع عليهم، هادو كلهم من شأنهم باش يتسبوا في واحد العزله دوليه لبلادنا. اذا اليوم هذوك المسائل ديال الخروقات الاخلاقيه كيخصنا نزيدوا نرفعوا في الوتيره. اي وتيره؟ الوتيره ديال تخليق الحياه العامه، ديال تحسين المؤسسات. هادشي كيفاش جات نفس الاتجاه في اللي غادي فيه التوجه الملكي، التوجهات الملكيه منين جات ودار ديك الرساله للبرلمان على ان يجب تحصينه. وتحصين البرلمان مرتبط بتطهير البلاد من كل مخلفات ولا لي ستوك اللي باقيين شايطين ديال لقاحات الدمار الشامل اللي كان كيتسنى رئيس الحكومه ووزيره السابق في الصحه، كانوا كيتسناو المناسبه باش ان هذاك الشيء يدقوه عباد الله، ولا كرة يدق في هذه الحملات ديال التلقيح المفتوحه. الموضوع الاخر اللي بغينا اليوم نركزوا عليه ايضا في هذا المباشر هو ان غياب الثقه انه ما كيمش غير المغاربه ديال الداخل وما تيمش غير المغاربه ديال اللي داخل الوطن فيزافي ولا تجاه الحكومه، لان الحكومه مازال عندها لوبيات اللي مسيطرين على مجالس الجاليه، مسيطرين على المؤسسات ديال اللي عندها علاقه بالجاليه، باقي الجمعيات اللي عندها كتتداخل في المصالح الجاليه. فهذا الشيء اللي قال جلاله الملك هذا هو هذه هي المفاجاه، وهي مفاجاه من واحد الناحيه، ولكن الاستمرار ديال الانتقال. وهذا الشيء تكلم عليه جلاله الملك، فهذه جات تتم لسلك الخطاب السابق اللي كان قال على ان المغرب فاتح الأذرع ديالو، الابواب ديالو امام الكفاءات ديال الخارج، والمغرب بان المغرب في حاجه الى الكفاءات المغربيه خارج المغرب، وضروره اعتماد الاوراش الكبرى على الكفاءات المغربيه. فبعد الخطاب السابق اللي اكد فيه، اللي كان جات تقريبا 75% كله كيتكلم على الكفاءات المغربيه خارج الوطن اللي منتشره في العالم، ناضت ديك الساعه سرعات كما سرع اليوم بوخنشه بعد الخطاب. فاليوم كيخرج يقول لك بانه سيفعل الاجراءات اللي غادي تمكن بتنزيل هذيك الرؤيه ولا الامر الملكي ديال البارح. فاش داروا تشويش. الخطاب السابق ديال جلاله الملك ديال محمد السادس اللي تكلم عن الكفاءات المغربيه في العالم كان التوجه ديالو غادي في اطار الانتقال العلمي لتقويه للدفع لرفع وتيره الانتقال العلمي في المغرب ما بعد الاباده. فاشنو وقع لهذاك الخطاب؟ هو انه تشويش، ان خرج التشويش ديال رئيس الحكومه، خرج التشويش ديال مجلس بوصوف صاحبنا ديالها، خرج التشويش ديال القجع انه كيدفع في نسيبو باش يحطوا على شي مجلس ولا على شي ولا يدير ليه شي مجلس ديالو بوحدو. فوقعت المزايده في واحد السياق، وهذه المزايده في واحد السياق اللي الكفاءات المغربيه خارج الوطن فهمات شحال هذه،
هما داروا ديك المزايده كيسحبوا راه باقيين دوك الممثلين ديالهم ولا دوك السماسريه ديالهم كيسحبوهم ديال هذه شحال كيسحبوهم راهم مسيطرين على الوضع وانهم يتحكمون يتحكمون في العقول ديال المغاربه الخارج وخاصه الكفاءات في الكفاءات باش انهم يستعملوهم ويستغلوهم كيف بغا لكن جاو معطلين علاش لان قلنا هادشي في اللجنه العلميه الشعبيه ان كاينه قناعه بان الكفاءات الكفاءات المغربيه في العالم اللي قادره ومستعده ومهتمه وتنتظروا الفرصه وتنتظروا السياق وتنتظروا تحسين السياق. شنو هو تحسين المؤسسات؟ علاش تنتظروا تحسين المؤسسات؟ لان شفناه كنشوفوها من الاستثمار، كنشوفوا التجربه ديال المغاربه اللي كيدخلوا يستثمروا في البلاد بانهم كلهم كيتمخروا، كلهم كيمخروهم من الصابه، كلهم ضحايا المشاريع ديالهم كلها كتمشي كلهم ضحايا النصب والاحتيال. مغاربه جابوا دي بلان دافير ديال المصانع وكل شيء وحطوها باش ياخذوا الرخصه. وهذه انا سمعتها، واحد جا بغا يدير واحد المعمل ديال شي حاجه اللي ما كايناش في البلاد، حط التصميم حط كل شيء عطاه للوزارات المختصه باش غادا تعطيه الرخصه، باش غتعطيه الترخيص باش غيباشر العمل غيبدا البناء. بلوكاو ليه البروجي ديالو دا سمعت واحد 6 شهور حتى تبنى نفس المشروع ديالو بالضبط دون اي تغيير، كوبي كولي ديال المشروع ديالو تصبح مبني في واحد الكونت، ما غاديش نقولوا الاسماء وما نقولوش البلاصه، حتى تصبح المشروع ديالو مبني في واحد البلاصه من طرف واحد خاينه. الامثله كثيره، وخرجنا في اللجنه العلميه الشعبيه وقلناها في الخطاب الاول ماشي الخطاب البارح، في الخطاب السابق اللي هضر فيه جلاله الملك على الكفاءات بان يجب ديك الساعه فاش قلنا حنا بان هذيك زادنا اصرار على المطالبه بحكومه كفاءات علميه لا منتميه ويرأسها ولي العهد. علاش حنا كنقولوا يرأسها ولي العهد؟ حيت قلنا بان لا ثقه ما كاين حتى شي واحد اليوم، ما كاين حتى شي واحد كيدير استثناء وسط المغرب اللي يكون عليه اجماع من غير ولي العهد. علاش؟ لان اولا حنا المغاربه اللي في ثوره ملك وشعب يكونوا في الداخل ولا يكونوا في الخارج، اليوم ما بقاوش باغيين واسطه، اليوم ما بقاوش باغيين انترميديار بينهم وبين الملك. الوحيد اللي يقدر يكون انترميديار بينهم وبين الملك يكون ولي العهد، لان غتكون الامور غادا تمشي احسن. فالكفاءات المغربيه، وحنا ملي كنقولوا الكفاءات المغربيه الكفاءات الحقيقيه، الكفاءات القادره، ماشي الكفاءات اللي جايه باغا تشطح، الكفاءات الحقيقيه اللي جايه اللي قادره وباغا ومستعده باش تخدم البلاد، ماشي الكفاءات اللي جايه كتقلب على الفرصه باش تركب في الطوموبيل وباش دير الفيلا وباش دير لا بيسين وباش دير طياره وباش دير. لا، حنا خاصنا المغاربه اللي ما عندهم ما يديروا بهادشي، هادشي عندهم، هادشي عايشين فيه. اليوم عندنا مغاربه اللي قادرين يبنيو البلاد، يدافعوا عن الملكيه باش تبقى اقوى الملكيات في المغرب. نعم، فكانوا واضحين. داكشي علاش هادوك المناورات اللي دارت الحكومه في الخطاب السابق ما نجحتش. ايوا حتى ديك المره خرج، راه الملك قال الخطاب دابا نجبدوه ونحطوه ليكم على الكفاءات المغربيه، بانها خاصها تدخل وبانها خاصها تنخرط، خاص يتخلق لها السياق. هادشي اللي كان قال جلاله الملك، باش تخلق لها السياق. السياق شنو هو؟ انه ما يبقاش التشويش، وهذا السياق ديال التشويش باش فمني ما نجحش بان داروا العقبات امام الخطاب ديالو السابق، فمن موراها جا التحسين ديال المؤسسات. وهي فاش قلنا لكم بان راه تحسين المؤسسات هي الضربه القاضيه اللي دار محمد السادس للجميع، وتحسين المؤسسات باش غادي الكفاءات المغربيه غادي يلتحقوا بالوطن، غادي يلتحقوا بالوطن. هادو بالنسبه للكفاءات. اذا بقيه الجاليه حتى هي ما تيقاش،
ماشي حنا كنقولوا بقيه الجاليه ما فاهماش ولا هذا، لا. الجاليه خاصها تنظم، خاصها تأطر كيف قال جلالة الملك. ولكن راه كاينه حاجه اخرى. نعم جلالة الملك البارح قال عدد اشنا هما المؤسسات اللي كاينين، انها كاينه وزاره الخارجيه انها مكلفه بالجاليه، كاين مجلس الجاليه، كاينه مؤسسه الحسن الثاني، كاينه مؤسسه ديال المغاربه المقيمين في الخارج، كاينه مؤسسه محمد الخامس ديال التضامن، كاين المجلس الاعلى ديال حقوق الانسان حتى هو كيتداخل. فاليوم جا باش يجمعهم، الامر ديالو باش غادي يتجمعوا ان تعاود اعاده هيكله مجلس الجاليه وتكون فيه تمثيليه حقيقيه، ما تكونش بالترديات السياسيه، ما تكونش. والحاجه الاخرى اللي تنقولوا حنا كراي، الاحزاب ما خاصهاش تبقى تخرج خارج البلاد، احزاب ما خاصهاش تبقى ما تكون عندها حتى شي علاقه. ياك حنا ما عندنا حتى شي تمثيليه في البرلمان، ما عندناش الحق نصوتوا، الجاليه ما عندهاش الحق تصوت. اذا علاش الاحزاب معطيها الحق انها كتخرج تتلاقى مع الجاليه في الخارج؟ هذا امر هو مهم. خاص الاحزاب ما يبقاش عندها الحق. الاحزاب الا تشتغل داخل الوطن، الاحزاب ما خص يبقى عندها حتى شي امتداد. تقدر دير توامات، تقدر دير تعاون مع احزاب ديال دول اخرى، اما باش تخرج احزاب وتقول لك انها هي تدخل في الشؤون ديال الجاليه، هذا خاصو يتحد، هذا الباب خاصو يتسد. لا علاقه الجاليه كيف قال جلاله الملك ان غيتعاود اعاده هيكله مجلس الجاليه، وان هذوك المؤسسات غيدمجوا غدا المؤسسه المحمديه لشؤون الجاليه كاطار تفكير. فمجلس الجاليه غيكون كاطار للتفكير، والمؤسسه المحمديه للمغاربه المقيمين بالخارج غتكون الذراع التنفيذي للسياسه العموميه في شؤون الجاليه. والاحزاب ما تبقى عندهم حتى شي علاقه. يقول لك ها هو هذا فرع ديال البي جي دي في باريس، فرع ديال البي جي دي في مونريال، فرع ديال البي بي اس في بروكسل، فرع ديال الاحرار في العالم كامل، فرع ديال البان في الجابون، في كوريا. هذاك الشيء ما خاصوش الاحزاب، ما تشغلهاش. الاحزاب بغات تشتغل داخل البلاد. باش الشؤون الجاليه خاصها تبقى مجلس الجاليه انه يكون عنده ارتباط مباشر، ما يكونش مرتبط بالحكومه، ما يترتبطش بالحكومه، والاحزاب ما تبقى عندها حتى شي علاقه بالجاليه. ماشي شغلها الاحزاب في الجاليه. هذا من جهه. الاقتراح الاخر اضافه لهذاك الشيء اللي جا، حنا اش كنقترحوا حاجه اخرى. اشنو كنشوفوا؟ كاين العديد اليوم اللي خرجوا في التحليل ديال الخطاب الملكي وتيقول لك بان هاد الدفعه ولا الرفع ديال الوتيره ديال التنظيم ديال الشؤون ديال الجاليه، وانها ما تبقى عندها كذلك اي علاقه بوزاره الخارجيه، ويكون عندها اتصال مباشر بملك البلاد. ان خاصه على ضوء داك الحادث اللي وقع في شي قنصليه ديال شي مغربي، سلخوا شي موظف شي قنصليه. عادي نشوفوا هذاك الشيء، غنشوفوا اكثر منه. لان شكون اللي كيمشيو للقنصليات؟ شكون هما اللي كيمشيو بعدا للسفارات؟ السفارات حتى هما مناصب سياسيه. علاش السفارات مناصب سياسيه؟ عندك السفارات السفراء والعمال والولاة ما خاص تكون عندهم حتى شي علاقه بالسياسه. السفراء والعمال والولاة ما يكون عندهم حتى شي علاقه بالحكومه، وما باش ما يكونوش التعيينات ديالهم بنيه على الترديات السياسيه. فملي كدير واحد كتعينو بترديه سياسيه كيمشي تما كيمشي يتساب. كيفاش بغيتو يخدم هو الحزب دبر ليه عليها. كيفاش بغيتو يخدم؟ الناس كتشتغل وكتناضل وكتقاتل وكتموت. علاش؟ لان عندها تطلع، عندها حلم لخدمه البلاد من واحد الموقع جد متقدم. ماشي باش يمشي يضربها بالنعسه، ماشي باش يمشي يدوز لا روتريت ديالو. لان اليوم كيخصنا كفاءات.
المغرب مشع في العالم كامل، ولكن إلا تحطوا كفاءات حقيقية وطنية على رأس السفارات والقنصليات، وأن هذوك السفارات والقنصليات نديروا فيهم جوج الأشكال. الأول أن الكاتيجوري الأولى، الفئة الأولى يكون عندها ديال الدبلوماسيين يكونوا نوعين مخلطين مخضرامين ولا إبريد. يكونوا عندنا دبلوماسيين اللي مكونين كدبلوماسيين، ماشي أن واحد كتلقى كيشري البوست كيصيفطو اتاشي كولتوريل، هو راه ما عارف والو، ولا كان شي موظف مجلوق بحال شكل الموظف اللي ولا موظف في وزاره الماليه ولا وزير منتدب، وبحال نسيبو اللي واقيلا كيحلم انه يديرو هو رئيس مجلس الجاليه، ولا ربما دابا يديرو هو الرئيس ديال المؤسسه المحمديه نسيب القجع. فتيخصنا دبلوماسيين مكونين، وتيخصنا باش ما نبقاوش نشوفوا هادوك الانحرافات، وتيخصنا كفاءات من الجاليه ديالنا انها حتى هي تلتحق بالسلك الدبلوماسي باش يكون تأثير قوي. واش كتجيبو كيجي واحد ولا الاغلبيه ديالهم كلها عايشين في المغرب، عمرهم كاينين اللي عمرهم ما خرجوا للخارج، وغتجيبو غتبغي هذا غادي يخدم غادي يقدم الخدمه الناس اللي عايشين هنايا. بعدا العقليه مختلفه. شوف دابا غير المغاربه الخارج مثلا ملي كيدخلوا للمغرب، الاصطدامات اللي كيوقعوا لهم مع في الادارات في مسائل بحال هكا، فبالاحرى هذاك اللي تيجي بخدة كيخدم في السفاره ولا في القنصليه بحال خدام في المقاطعه في المغرب. هادو هما الاجتهادات، بحال الاجتهادات اللي خاصنا اليوم قلناها في اللجنه العلميه الشعبيه بان خاصنا اعاده النظر. اليوم كاين الفساد كثير، عدد كبير ديال رؤساء الجماعات والمجالس كلهم شفاره، كلهم اليوم ممكن محاسبه، كلهم غادي كيتحاكموا. ما معنى ذلك؟ بمعنى ان داك لو سيستيم ديال هادشي ديال الجماعات وديال كله بانه كله تخربيق. هذه هي الحقيقه. حيت قبل ملي ما كانوش عندنا هادشي ديال الجماعات وهاد الروينه كامله، ما كانش هاد الفساد، ما كانش السرقه، هاد النهب ديال المال العام. اذا علاش حنا نبدلوا واحد الحاجه اللي كانت مزيانه، كانت خدامه؟ علاش؟ هذه حاجه اخرى عاود اللي يجب اعاده النظر فيها، هو اننا نحيدوا التبرزيط كامل، ديال الجماعات والمجالس ودوك اللي مجيشين فيها الاحزاب. تما فين كاينين؟ تما ملي كيطلعوا لينا البرلمانيين الفاسدين. هادشي باش غيمكن لينا وغيسهل تحصين ديال المؤسسات، وتحصين المؤسسات بمدونة الأخلاقيات. اليوم راه لا مفر منه لحماية الإشعاع الدبلوماسي، حيث من التطبيق والتنزيل في أقرب وقت ديال مدونة الأخلاقيات على جميع المستويات في جميع المؤسسات غيعطي واحد الدفعة كبيرة للخارج والإشعاع ديالنا الخارجي، وغيعطي الثقة ماشي غير في المغاربة الداخل وفي المستثمرين الأجانب. راه بالتحصين راه قلتها لكم وغنبقى نقولها لكم، راه محمد السادس منين جاب الفكرة ديال تحصين المؤسسات مدونة الأخلاقيات، راه جابها حطها في بلاصتها. راه هي السبيل الوحيد، بقاو تنقزوا تسموا وطيحوا الارض، راه هي السبيل الوحيد للقطع من الفساد، هي السبيل الوحيد. الا ان دابا المشكل كيبقى هو ديال واش هادوك المدونات شكون اللي كيصاوبهم، اللي خاص يصاوبهم ما خاصهمش يصاوبوهم. بحال مثلا البرلمان، ماشي البرلمانيين الفاسدين هما اللي يكتبوها، هما اللي يصوتوا عليها ويديروا فيها الشيء المعايير اللي غادي تمكنهم من الافلات من العقاب. لا، حيت المعايير كل المؤسسه كتختارهم على حساب الثغرات اللي كاينين فيها لحمايتها. المدونة الأخلاقيات كتحمي المؤسسة من الثغرات اللي كيقدروا يكونوا فيها اللي يستغلوهم.
اللي استغلوهم الفاسدين. مادام اننا كنتكلموا على تحصينة البرلمان مدونة الاخلاقيات، سمعنا قبل ما يجي رئيس فرنسا ان الاجتماع ديال لجنة الاخلاقيات بالبرلمان تم تأجيلها. واخا رئيس فرنسا مشى، اش كتسنى لجنة الاخلاقيات للاجتماع؟ اش كتسنى؟ حنا هادشي ننتظر، كنا كنتسناو باش نعرفوا حنا شحال. قالوا لينا البارح باننا 36 مليون و800. ايوا كنتسناو واحد الطرف كبير ديال البرلمانيين ان ملي غادي تجتمع لجنة الاخلاقيات ستبت في الحالات ديالهم ويجب ابعادهم. ما كانش قضيه ديال تتحكم بالمحكمه ولا هذا، لا، متابع كيتصنتوا ليه كيتسمعوا ليه ابعاد ديالو. هذه هي مدونة الاخلاقيات، هذه هي مدونة الاخلاقيات. ملي كدار الشبهه، مادام انا كنتكلم على الشبهه، واحد النقطه حتى هي مهمه ديما هي اليوم المناسبه باش نديروها يحكى. فاليوم كلشي منين تبعتوا النقاش اللي دار في واحد الحاله، خاصه داكشي اللي قال وزير العدل حول ولا داك التعليق اللي دار حول قانون الاطراء الفاحش، وقال لك بان واحد الانسان، بان بنادم ما يمكنش لك تجي واحد النهار وتقول هذاك راه عنده الاطراء الفاحش. بينما كيقول خاص اليات وخاص، بينما هادشي كان معروف. وغنعطيكم امثله. معروف، كل واحد في المجتمع ولا في الحومه ديالو ولا في الحي ديالو ولا في المحيط ديالو معروف شنو هو المستوى المعيشي ديالو. معروف، ما كتحتاج حتى شي اليات. معروف شنو هو المستوى ديالو، معروف شنو هما الحوايج اللي ما يمكنش ليه يكونوا عنده. معروف. واحد مثلا تيسكن مثلا في حي يعقوب المنصور في الريباط مثلا 20 عام هو ساكن، حتى شي حاجه ما تغيرات عنده. واحد النهار بيدنا ليلتين تصبح مات عنده مثلا 10 ديال العمارات، وعنده شحال ديال بحال تبييض الاموال. على اللي كيقوموا كيديروا تبييض الاموال هادو كيفاش اش كيوقع لهم؟ لا، معروفين. واحد كيكون جالس في قهوه مشومر ما خدام ما والو. انا تا القهوه ديك اللي كيجلس باش كيشربها كيغاعب هاد الله كيخلصوها عليه. هادو حالات كاينين هادشي. واحد النهار كيخرج لديك القهوه كيوقف على صحابو، كيوقف لك بالمرسيدس والكومبلي كيبقى الوزير العدل ديال 100 مليون وعنده الديور وعنده هذاك تا هو ماشي اطراء الفاحش. تا هذاك خاصنا الحجج. واخا هادشي كاينه واحد القصص كتحكى انا كنسمعها فيما يخص مدينه ازمور. قال لك كان فيها واحد الباشا سميتو الباشا دريس. هاد الباشا دريس كان اي ازموري كتزاد عليه غير حاجه، غير سلسله ديال الذهب، كورمات، خاتم، تيشوفوه عنده البرقاقه ديالو. المهم اي واحد زادت عليه شي حاجه اللي كتبان بانها راه اكثر من المقياس ديالو تيوصلوها ليه، تيعيط عليه، تيستدعيه وكيدير ليه بحث منين جا داك الخاتم، ولا منين جاتو ديك الدار، ولا منين جاتو ديك الطوموبيل، ولا منين جاتو ديك البشكلات. شي حاجه اللي كتبان للناس بانها اكثر من المستوى ديالو، اللي هو ما عندوش الامكانيات باش تكون عنده ديك الحاجه. خاصو يجيستيفيها هذه. فنرجعوا للاحصاء. فالاحصاء عندنا اليوم اننا حنايا 36 مليون فاصله 8 على 37 مليون. انا ما نقولش لكم بان النتائج مزوره ولا لا. انا اللي غادي نقول لكم في اللجنه العلميه الشعبيه القراءه ديالنا، وهي ان 36.8 بعد الاباده. فسروها كيف ما بغيتوا، ولكن انا مسؤول واعي ما اقول. 36 مليون فاصلة 800
هي عدد المغاربة بعد الإبادة. هنا غتقولوا لي واش حاسبين ولا ما حسبوش أن ما فيهاش اللي ماتوا مثلا، وما تحسبوش الضحايا اللي واخدين اللقاح، لأن هذه كتسولوا الناس عليها، ولا الناس اللي عندهم أمراض مزمنة. لذلك حنا غير اش تنقولوا 36 في اللجنة العلمية الشعبية، 36 مليون و800 بعد الإبادة. علاش نقولوا 36 مليون و800 بعد الإبادة؟ لأن هذا العدد ملي كنقارنوه مع الإحصاء ديال 2014 اش كيتبين بواحد الطريقة عامة؟ كيتبين أن كاين خلل في النمو الديموغرافي ديال البلاد. خلل في النمو الديموغرافي ديال البلاد مشكل كبير بالنسبة للتطور ديال البلاد، التقدم ديال البلاد، لأن التقدم تاع البلاد ما يمكنش كيخصو عنصر بشري. إلا عندنا خلل في النمو الديموغرافي بمعنى أننا غيكون عندنا خلل في النمو الاقتصادي، داكشي مرتبط، خاصة ملي كيكون الشعار ديال الإحصاء أن قيمة البلاد سكانها، فالشعار لا يتطابق مع النتيجة. قيمة البلاد سكانها بمعنى أن سكان البلاد إذا كان فيهم شي خلل ولا النمو ديالهم مخربق، بمعنى أن القيمة لا قيمة لهذيك البلاد. ما معنى لا قيمة لها؟ بمعنى أنها ما غتكونش متقدمة اقتصاديا، وما غاديش تكون ما يكونش عندها واحد الإشعاع رياضي، وما يمكنش ليها يكون عندها واحد المنتخب وطني قوي اللي غيربح كأس العالم ديال 2030. كتسمعني رئيس الجامعة مول الكرة؟ هذه هي القراءة العلمية ديال أننا ما عندناش. فاحنا تنراهنوا، احنا عندنا حكومة زورت تجربة سريرية. اليوم كيخصنا اليوم هذا هو النقاش، هذا هو الشيء اللي خاصنا اليوم نتناولو. اليوم خرجت نتيجة. إذا المسؤولية شكون اللي فين كاين مسؤولية؟ مسؤولية الحكومات. التدمير الديموغرافي إذا كان خلل في النمو الديموغرافي ديال البلاد، بمعنى أن راه هذيك تأكيد للتدمير الديموغرافي. التدمير الديموغرافي هنايا التقارير ديال السيد ريجطو، تقارير السيد ريجطو اللي جاو تفضحوا في الإبادة، تفضحوا عفوا في التجربة السريرية اللي تزورت حملة وطنية بناء بسبب خروقات أخلاقية. وهذه هي الخيانة الكبرى ديال البلاد، هذه هي الخيانة الكبرى ديال الملكية، الخيانة الكبرى ديال الوطن، الخيانة الكبرى ديال الشعب. هذا معنى 36.8 36 مليون و800. ملي كنقارنوها ما بلا ما نعقدوا لكم حنايا التحليلات وهذا، ناخذوا لكم داكشي ساهل باش كلشي يفهم. تنقارنوها مع العدد ديال 2014. خلاصة أن كاين خلل في النمو الديموغرافي. خلل في النمو الديموغرافي سيستمر على الأقل 21 عام، بين 10 سنوات و20 عام. المعطيات اللي غادا تبين هادشي خاصو تتبع، خاصو تتبع. كيخصنا نخدمو عليه. ملي كيكون عندك خلل في النمو الديموغرافي بمعنى أن كاين مس ديال السيادة الصحية ديال البلاد، معناه أن المغاربة ما عندهمش الحق في صحة، ما كيتمتعوش بالحق ديالهم في الصحة الجيدة، بأن الولوج ديال المواطنين إلى المستشفيات فيه خلل، بأن المغاربة عندهم مشكل للولوج إلى التطبيب. وهذا الشيء ملي كنحللو السياق عاود كنلقاو بأن تم ترسيخ الحياة الطبيعية الفاسدة فيما يخص السيادة الصحية عبر الأداة ديال الهيئة العليا للصحة التي تحمي من تسببوا في هذا الخلل ديال النمو الديموغرافي ديال بلادنا.
من تسببوا في المس بالسيادة الصحية ديال بلادنا، من اللي تسببوا في الانتقام من بلادنا ومن النظام ديالنا بتدمير الاقتصاد، تدمير الاقتصاد بتدمير العنصر البشري. اذا هنا عاود ترجع انا وتلخص، ما نمشيكم لا صناعه لا والو، انت نقول لكم الكره، لان اليوم كله نموذج اليوم فالقجع اليوم نموذج ديالنا كامل نموذج تنموي، بغا يرجعوا لنا نموذج كروي. حنا ماشي ضد الرياضه، حنا ماشي ضد الكره، ولكن حنا عمرنا كنا وعمرنا ما نكونوا ان اقتصادنا مبني على الكره والرياضه. لان ثوره ملك وشعب علميه شامله لجميع الميادين. فكيبقى هنا السؤال، تنقولوا للقشع بانه اللي كيقول لك بان هاد الاستثمارات ديال الاف الملايير اللي ما عرفناش ديال من شكون اللي كيستثمر. حنايا عندنا عجز، عندنا مديونيه، قانون الماليه ديالنا كيخاصه 6300 مليار باش يكمل، هو كيستثمر وتيبني. السرعه باش كيتبناو الملاعب سرعه خطيره، المغاربه كلهم تحت الصدمه. حتى شي مشروع من المشاريع الكبرى الاوراش الكبرى ما تمت غير بالسرعه اللي كان خاصها. ديما عندنا الروطار، وهادو كيداروا في ارقام قياسيه كيتبناو او فاحنا لذلك كنمشيو بعد وتنقولوا راه بناء على نتائج الاحصاء فلان ما غاديش يكون عندنا منتخب، ما غيكونش عندنا العنصر البشري اللي غتكون عنده القوه باش يكومبيتيسيوني على كاس العالم ديال 2030. عارفينك بانك انت عارف هذه القضيه، داكشي علاش انك مستورد، انك مستورد المنتخب. داكشي علاش اللعابه ديال البطوله ما كتعتمدش عليهم، انت المنتخب دايرو ديال الخارج. ونفس المقاربه بغيتي ديرها للكفاءات الاخرين، قلتي تا هما غادي نجيبهم وغادي تا هما نستعملهم وندير نسيبك عليهم، وهو يكون هو الكابران هو الطاشرون. ولكن داك الشيء عمره ما غادي يكون، لان اليوم انقلب السحر على الساحر. اليوم غادي تخلصوا الحساب، غادي تدفعوا الحساب اليوم ديال كل ما قمتم به في هذه ال4 سنوات الاخيره. وحنا لن نتنازل عن الدفاع على بلادنا كقوة اقتراحية متشبتة بالانتقال العلمي. كنقول لكم الانتقال العلمي راه في الخطابات الملكية، فمازال يائسين تيقول لك ما كيقول والو، ما تيدير والو، كاتبينو ليه شي وحدين شي حوايج ما عرفتش فين عايشين. مالك عنده الدكتوراه في القانون تيقول لك يجي واحد يكتب ليه. وباز فملي هادشي كامل تنتكلموا عليه، هادشي علاش كيخص هذيك الحكومة كفاءات علمية هي الوحيدة اللي غتكون قادرة على مواجهة الكوارث، في نفس الوقت غتكون حكومة كوارث، لأن كيخصها فترة لوضع الاستراتيجيات لحماية البلاد بعدا وتحصين البلاد. التحصين احنا واحدين فيه اليوم. يلا ماذا ننتظر؟ اش كنتسناو باش اننا نطبقوا المدونة الاخلاقيات في البرلمان؟ كل شيء معروف شحال من واحد وشكون من رئيس مجلس النواب. اول واحد خاصو يخرج، هذاك ما عندوش الحق بعدا يبقى في البرلمان. اون فوا دارت مدونة الاخلاقيات رئيس البرلمان ما خاصوش يبقى، رئيس الحكومة ما خاصوش يبقى يدخل البرلمان، وزير العدل ما خاصوش يبقى يدخل البرلمان. هادو بعدا اللي معروفين في تضارب المصالح. تضارب المصالح ما كيتماشاش مع مدونة الاخلاقيات، مدونة الاخلاقيات ضد تضارب المصالح. اذا اكتفي بهذا القدر ولن تتم هذا المباشر في نفس الاتجاه.
المرتبط بالمواضيع والملفات الخاصة باللجنة العلمية الشعبية، اللي من نهار دخلت لهذا الميدان هي تدافع عليهم. إذا بقيت ليلة ممتعة. عاش الملك ليسقط الخونة.